مسلسل فخر الدلتا. اوكي يلا بينا. ماشي جدا. مسلسل رأيك؟ فخر الدلتا. بص انا كان عندي توقعات اعلى من اللي انا شفته، دي حقيقة. بس اللي انا شفته مقبول في حدود الانتاج، واكيد في معوقات انتاجيه لانه وكتجربة اولى، تجربه اولى لكل الناس. للممثل وللمخرج لكل الناس بالظبط. فبالنسبه للمستوى ده لا، في حاجات حلوه، في حاجات حلوه، ولسه عايزين نديله فرصة لانه هو 30 بالظبط، حلقة. لان هو 30 حلقه فهو بيفرش على طويل. وفي نفس الوقت عادي، هو مسلسل ما تملش منه، مش هتتقفل منه، لا عادي ممكن تشغله كده وانت قاعد تتسلى، فاهم؟ لا في روح لذيذه، في روح لذيذة. احمد رمزي مقبول جدا بالنسبة لي كممثل، وبيمثل بصراحه. بيمثل. في مشاهد يعني في مشاهد دراميه، في مشاهد دراميه صح، خلاني اتاثر ويمكن ادمع كمان في لحظه. صح صح. كأحمد رمزي انا شايف ان رمزي بيعمل اللي عليه ومجتهد، وباين ان هو بيجتهد قوي عشان يعمل حاجه كويسه. ايوه فاهم ازاي؟ كاخراج هادي بسيوني، بص انا هادي بحب البرنامج بتاعه جدا على اليوتيوب، وانا كمان على النهائيه ومتابعه، وهادي شخص مثقف جدا وعنده ثقافه فنيه سينمائيه رهيبه، باينه في الفيديوهات اللي هو بيعملها على الشانل بتاعته. طبعا المسلسل برضو خلينا مش عايزين نحكم عليه حكم نهائي هل هو حلو او وحش، هو في النص ما بين الحلو، مش عايز اقول وحش، بس يعني لسه زي ما انت ما قلت هو قدامه 30 حلقه، هو كان 15 اصلا بقى 30. ما هو دي بقى فكره ليه عايزين مش عارف. ما هو 15 تمام ويكبسوا، ما هو الفكره بقى في ايه؟ في الخبره. الفكره يكبسوا يبقى متماسك اكتر. هو الفكره في الخبره، انت لما الخبره قليله في المسلسل فهم مش عارفين مثلا ياخدوا قرار انه لا ده وحش او يعني ده ممكن نشيله ونخلي بس كل الحلو اللي موجود في المسلسل. بالظبط. وحاجه كمان ان في الحلقه الاولى ان رمزي جاب فكره الفيديوهات اللي بيعملها حطها في سيكونس جوه في كذا حلقه عامه. هزار رمزي، نوع هزار رمزي واضح في المسلسل، ليه بصمه في المسلسل، ليه بصمه في وده مش وحش، لان هو كل الناس جايه اصلا جمهور احمد رمزي من السوشيال ميديا اللي جايين متوقعين حاجه شبه اللي هم بيتفرجوا عليها اصلا. بالظبط. فمش هنتكلم عنه كتير لان لسه هنعمل. لا انا عندي تحفظ على الصوره باهته كده، تحسها مش اكتر حاجه متلونه كويس. قلت لي الكومنت ده. ده معرفش غلطه مين، او يعني ليه عدت عليهم، بخصوص ان مسلسلات رمضان كلها بقت في مستوى معين وكده، فلما بتشوف حاجه اقل شويه بتاخد بالك يعني. اوكي.